الملعب ولع بالصحاب زي ما شفتم. عمرو اديب مسك مرتضى منصور يا حول الله، خده ورا مصنع الكراسي. ومين اللي حس انه معزول؟ احنا لبسناه الطرح في سنه واحده، لبس الطرح. يا ابو الصحاب عامل ايه؟ ان شاء الله تكون كويس. انت ما بتعملش فولو ليه يا اسطى؟ ما تعمل فولو واشتراك وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد، مش هتخسر حاجه يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. اديك شفت يا سيدي مرتضى منصور اتهزق يا حول الله. ده اتهزق ايه؟ ده اتغسل، ده اتاخد ورا مصنع الكراسي. عمرو اديب مسكه شطفه. يعني هفرجكوا على الفيديو، هفرجك على الفيديو دلوقتي عامل ازاي. يعني مرتضى منصور يا حول الله لو موجود ده عمرو اديب مش هيقدر يقول كده، بس هو عشان بره النادي الزمالك وبره الكادر وبره الصوره، فطبعا زي ما شفت عمل اللي عمله ده. بس مش عارفين مرتضى منصور هيرد هيبقى بس مرتضى منصور ممكن ينزل بكره بيان يشلف فيه عمرو اديب. اسمع يا صاحب عمرو اديب بيقول ايه. ومين اللي حس انه معزول؟ احنا لبسناه الطرح في سنه واحده، لبس الطرحه وماشي من النادي وماشي من المجلس، ومصر اتخلصت منه هو وعياله. اخلصوا من مرتضى منصور، ما تخلوش مرتضى منصور يجري وراكم. اتفرجوا على البيان القذر اللي مطلعه مرتضى منصور يرد على الكلام بتاع مجلس إدارة النادي. مرتضى منصور لازم ينتهي. مرتضى منصور فكرة غلط. مرتضى منصور فكرة ابتزاز. مرتضى منصور مش لازم يأثر على نادي الزمالك. انت مع مين؟ انت عايز ايه؟ انت مع الشرعية المجلس اللي موجود، الناس المحترمة اللي موجودة. ده راجل شفت عمرو اديب اتجرأ، بسم الله ما شاء الله، بقى قلبه شديد قوي. مسك مرتضى منصور حول الله شلفه اهو. ما حدش يتكلم، ما حدش من الجمهور الاهلي يتكلم ولا فتح بقه. عمرو اديب مسك مرتضى منصور ورا مصنع الكراسي. ماشي يا ابو الصحاب، ما تنساش اخوك بالفولو والاشتراك.